اليومين دول الناس كلها بتتكلم عن الحسد، وتتكلم عن الحقد والغيرة والكره، وسايبين اللي أسوأ من كل ده، اللي أسوأ منهم كلهم وهو الاستكتار. ودي أسوأ حاجة ممكن تكون موجودة عند أي حد. تبقى قاعد كده في حالك وملكش دعوة بحد، وتلاقي الناس بتستكتر عليك عيشتك، تلاقي حد بيستكتر عليك شغلانة كويسة انت بتشتغل فيها، علاقة انت مرتاح فيها سواء مع حد من اهلك، او صحابك او حتى من جيرانك. تلاقيهم ايه، الحقوا دول كويسين مع بعض، الحقوا دول بيحبوا بعض. والحقد بقى والغيرة يشتغلوا ويحاولوا يفرقوا ما بينكم وما بين الناس بأي كلام بقى يقولوه عليك، سواء الكلام ده كان صحيح أو مش صحيح، الله أعلم بيه. تلاقي حد كده بيستكتر عليك حتى اللبس اللي انت بتلبسه، الأكل اللي انت بتاكله، الشرب. ليه؟ اللي هم زي ما يكونوا بيقولوا إيه ليه كل ده؟ إيه؟ ما تعرفش، يعني انت ما تعرفش انا وصلت لده ازاي، او انا وصلت مثلا للمكانة اللي انا فيها دي ازاي. بعد معاناة وبعد تعب وبعد جهد وبعد مرمطة. يعني ما تعرفش ايه، ممكن انت تكون اصلا في مكانة، يعني ممكن اصلا انت تكون في مكانة احسن مني، بس انت مستكتر عليا حاجة ربنا عوضني بيها بعد تعب وبعد معاناة وبعد معافرة كتير جدا. انت شايف الجزء الكويس اللي انا قصده، اللي انا وريهولكوا، يعني انتوا شايفين من عندي انا الجزء الكويس اللي انا قصده اوريهولكوا، لان احنا بنطلع نديكوا طاقة ايجابية، ما ينفعش ان احنا نديكوا طاقة سلبية. ما ينفعش اوري للناس، لكن يعني ما ينفعش اوري للناس الجزء السلبي، الجزء السلبي اللي انا عديت منه عشان اوصل للجزء الحلو اللي انت شايفه دلوقتي، اللي انت مستكتره عليا. حبوا الخير لبعض، ما تستكتروش حاجة على حد. حبوا الخير لاخوك الانسان اللي زيك. شفت حاجة كويسة، شفت ربنا عوض مثلا حد بعد تعب وبعد معاناة، قول ما شاء الله، ادعي له دعوة حلوة. مش هتقدر انك تدعيله دعوة حلوة، ابعد عنه بس ما تستكترش عليه اللي هو فيه. ابعد عنه بس ما تستكترش عليه اللي هو فيه. ما تستكترش عليه حياته، ما تبصش لحياته اصلا. لان ده بصي، دي اتجوزت، دي خلفت، دي معاها ولاد، دي غيرت شقتها، دي جابت بيت، بصي دي طلعت، دي عملت. اللي اداها يدينا يا رب، يا رب اللي اداني يديكوا، يا رب اللي اداني يا جماعة يديكوا بالزيادة كمان، بس على قد نيتكوا. لو انتوا نيتكوا كويسة ربنا زي ما اداني هيديكوا. انما طول ما انتوا نيتكوا وحشة وبتتكلموا كده، ربنا عمره ما بيدي المؤذي، ربنا عمره ما بيدي المؤذي. وخليكوا عارفين ان اي كلمة بتقولوها بتوصل لصاحبها، اي كلمة بتقولها بتوصل لصاحبها، وكمان بيتحط عليها حاجات كتير وبتتشلكوا. وحط تحت الجملة ديت مليون خط، ان اي كلمة بتقولوها بتوصل لصاحبها. ارحمونا بقى، ارحمونا، ارحموني وارحموا غيري، وحبوا الخير لبعض. ولما تلاقوا حد ناجح في حياته ادعي له دعوة حلوة. اقسم بالله انا سبب نجاحي في حياتي ان انا بدعي للناس كلها. لو انا عايزة ربنا يشفي ابني بدعي للناس ربنا يشفيها، لو انا عايزة مال بدعي للناس ربنا يديها، لو انا عايزة صحة بدعي للناس ربنا يديها الصحة. ما تستكترش على حد حياته، كل واحد يخليه في حياته، وهو يعني كل واحد يخليه في حياته، بدل ما نبص في حياة الناس نبص لحياتنا ونحاول نحسن من وضعنا. يعني ليه نهتم بحياة الناس اكتر ما نهتم بحياتنا احنا شخصيا؟ فبلاش نستكتر على حد عيشته، بدل ما بنهتم بحياة الناس نهتم بحياتنا احنا، ونحاول ان احنا نطور من نفسنا، ونحاول ان احنا نبقى احسن من الناس، بدل ما بنتكلم عليهم نعلى معاهم ونبقى جنبهم. وانت ما تعرفش هو تعب قد ايه في حياته علشان يوصل للي هو فيه ده، او للمكانة اللي هو فيها دلوقتي. ربنا يبعد عننا اللي بيكره لنا الخير، وربنا يبعد عننا الناس اللي باصين في حياتنا وبيحقدوا علينا، وربنا يحفظنا بحفظه ورعايته يا رب، ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين أجمعين، ويريح بالنا وبالكم وبال المسلمين أجمعين. ربنا يدي كل واحد على قد نيته، ويدي كل واحد على قد ضميره. وطول ما أنا بنوي للناس خير وضمير الناس خير، ربنا هيديني الخير. فانووا للناس خير، وخلي ضميركم كده من ناحية الناس خير، وربنا هيديكوا الخير. ربنا ما بيضرش عبد مؤمن أبدا أبدا أبدا.